إجراء القرعة لعدم استخدام حكام أجانب، وظلمت طاقم التحكيم بقيادة محمود بسيوني كان يحكم إزاي في ظل الإرهاب اللي عليهم من السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية، سواء محمود بسيوني أو أحمد توفيق طلب أو هشام، الكل كانوا هيحكموا إزاي؟ فاللي حصل صراع من الأقوى، اتحاد رابطة اتحاد. هذا الصراع تحملنا كلنا تبعياته فيما حدث اليوم في استاد القاهرة، لكن النية مبيتة ان الدوري يروح بيراميدز. ايوه النية مبيتة، وانا بقولها لك بفم مليان بالأدلة، وعندي اكتر من كده بس بلاش اطلعه. عندي اكتر من كده، بلاش اقول ايه اللي كان بينطلب او كان مطلوب عشان بيراميدز ياخد بطولة الدوري. بيراميدز عنده مجموعة من اللاعبين ياخد بيها اي بطولة، سيبوه ياخد بطولته بايده لانه فريق كبير وقادر على كده، لكن بمساعدة لا. فكلنا اخطأنا، النتيجة المشهد اللي احنا شفناه.